ده سمير البطل بتاع فيلمنا. اما دي فبتكون نرجس، والاحداث بتبدا في دوله عمان، وبنلاقي سمير محتجز في مقر امن الدوله وبيتكلم مع السفير الهندي وبيطلب منه ينقذ مراته من الموت. وساعتها بنرجع للماضي وبنكون في بيت نرجس، وسمير بيطلب ايديها من اهلها وهي بتدخل عليهم وبيشوفها لاول مره، وهما الاتنين بيفضلوا يبصوا لبعض. ولما بيقعد معاها بيعرفها انه مهندس برمجيات، وبيكتشف انها بتفكر بنفس طريقته وفي تشابه ما بينهم في كل حاجه. ومع الايام بيخرجوا في كل مكان، والعلاقه ما بينهم بتكبر يوم بعد يوم، وبيروح لها الشغل وبيتقدم لها قدام الناس. وبعد فتره بيعملوا مراسم الزفاف وهما الاتنين بيتجوزوا بشكل رسمي. وللاسف سنه 2008 بيحصل ازمه اقتصاديه في العالم، وده بيأثر على كل الوظائف. وسمير بيجيله تليفون وبيعرف ان الشركه المتعاقد معاها استغنت عنه، وبيضطر يشيل يافطه المحل بتاعه، وللاسف حلمه بيضيع قدام عينيه. اما نرجس بتكون راكبه الاتوبيس وعماله بتعيط، وسمير بيشوفها قدامه وبيسالها مالك، فبتعرفه انهم فصلوها من شغلها، وهو بيحاول يطمنها لانها منهاره جدا. وبعد 3 شهور بيروحوا المكتب توظيف وعايزين يسافروا الخليج علشان مرتباتهم كبيره ويبداوا حياتهم من هناك. وتاني يوم بيروح لهم واحد اسمه نديم من مكتب التوظيف، وبيعرفهم ان نرجس اتقبلت في الوظيفه ولازم تسافر بكره. وسمير مستغرب لان جواب تعيينه اتاخر، ونرجس بتقنعه بانها هتسافر وهو يحصلها. وفعلا بيوصلوا المطار، وهناك بيودعها قبل ما تسافر سلطنه عمان، وبيقول لها خلي بالك من نفسك، وهي بتسيب المكان وتمشي. وبعدها بيطلع الصبح وسمير بيجيله تليفون من نرجس وعماله بتعيط وبتطلب ينقذ حياتها. ولما المكالمه بتفصل وبيكلمهم تاني بيلاقي الرقم مقفول، فبيركب الموتوسيكل بتاعه وهو متضايق وبيروح لمكتب التوظيف اللي قدمه فيه، وبيسأل نديم على مراته. فبيقول له وكيلنا في عمان استنى نرجس قدام المطار لكن ما راحتش ليه، فبيهدده يجيب له تأشيرة النهارده والا هيقتله. وفعلا بيسافر من دولة الهند لسلطنة عمان، واول ما بيوصل المطار بيشوفوا جواز السفر بتاعه وبياخدوا بصمة ايديه وبيعملوا له الكشف الطبي. ولما بيخرج من المكان بيوقف تاكسي، وبنعرف ان السواق اسمه عثمان، وبيخليه يوديه لمحل موبايلات، وهناك بيشتري شريحة محمول. واول ما بيتصل بالرقم اللي نرجس كلمته منه بيكون مقفول، حتى ارقام شركة التوظيف اللي خدها من نديم كلها مغلقة. فبيسأل عثمان على عنوان الشركة لكن ما بيكونش صحيح، وساعتها بيكتشف انه اتضحك عليه، فبيقرر يروح لاسم الشرطة علشان يقدم بلاغ. فبيقولوا له لازم تجيب اذن من السفارة الهندية علشان نتأكد من صحة كلامك. وفعلا عثمان بيوصله للسفارة الهندية، واول ما بيدخل المكان بيقابل موظفة وبيحكي لها كل اللي حصل مع مراته نرجس. فبتقول له موضوعك اكبر من اختصاصي، ونائب المجلس العام مسافر وهيرجع كمان يومين. فبيسيب المكان وهو محبط ومش عارف يتصرف ازاي. فبيقرر يروح لفرع شركة المحمول وبيديهم رقم التليفون اللي نرجس كلمته منه، وبيمثل انه رئيسه في العمل وعايز يدفع له الفاتورة. وبيعرف ان اسمه شيرازي وبيكتب العنوان بتاعه في الورقة. وبعدها بيركب الاتوبيس وبيروح للمنطقة اللي عايش فيها وبيدور على بيته. ولما بيخبط على الباب بيخرج واحد وبيقول له شيرازي ساب المكان من اسبوع، وبيوري له صورة مراته لكن ما بيتعرفش عليها. وهو بيسيب المكان وحاسس انه متهان ومكسور. وساعتها بيقابل عثمان في بيته وبيشكره علشان بيساعده دايما معاه، وهو بيقول له ربنا اللي وقفني في طريقك. ووقتها بيوصل واحد للمكان وبيبلغهم ان شيرازي بيكون قواد، واكيد خلى نرجس تشتغل في بيت مشبوه. وسمير بيتفاجئ اول ما بيعرف انهم عصابة خطيرة وبيخطفوا البنات عن طريق سيارات الاجرة، وحاسس ان الدنيا بتلف بيه وتعبان، وبيترجى عثمان يساعده يرجع مراته. وساعتها بيركب العربية معاه لحد ما بيوصلوا البيت مشبوه، وعمال بيدور في وشوش البنات الموجودة في المكان وكأنه زبون. ولما بيدخل الأوضة القواد بيكون قدامه، وسمير بيمسك الألبوم وبيدور على نرجس لحد ما بيشوف صورتها، وبيكون متوتر جدا وماسك أعصابه بالعافية. لكن القواد بيقول له استنى دورك لأنها مشغولة دلوقتي، وهو بيبان عليه الغضب وبيوافق يستناها غصب عنه. وبعد شوية بتدخل نرجس عليهم، فبيفضل يبصلها وعمال بيعيط وزعلان، وبيحاول يعرفها هو مين لأنها مغيبة عن الوعي. ووقتها بتفتكره وبتناديه باسمه، والقواد بيكتشف انهم عارفين بعض. وساعتها بتبدأ خناقة ما بينهم، وسمير بيقدر يضربهم وبيمسك مراته وعايز يهرب بيها. والقواد بيعرف رجالته اللي حصل، وبيطلعوا على السلم وراه وهو بيكون محاصر، وبيحاول يدافع عن نفسه وبيستخدم كل قوته قدامهم، وبيمسك ايد نرجس وهم عايزين ياخدوها منه. وبيجي واحد بسكينة وبيضطر يسيبها قبل ما يقطع ايديهم. وفي الوقت ده بيتحول عليهم وبيفضل يقتل فيهم كلهم، وبتسيبه حالة من الجنون وفقدان وعي لكل التصرفات اللي بيعملها. وساعتها بيقرر يهرب منهم وهم بيكونوا وراه لحد ما بينط
بينط من فوق المبنى وبيبعد عنهم، وبيروح يركب التاكسي وعثمان معاه، وهم بيكونوا مطاردينه بالموتوسيكلات، وبيقدر في الوقت ده يتخلص منهم واحد واحد، لكن للأسف بيخبطوا في عربية وبيعملوا حادثة، وهم الاتنين بيفقدوا الوعي والشرطة بتوصل المكان. وساعتها بنرجع للوقت الحاضر وهو محتجز وبيحكي قصته، ومسؤول السفارة بيحاول يطمنه. ومن ناحية تانية ده ضابط أمن دولة واسمه فايز، وبيدخل على سمير الغرفة اللي موجود فيها، وكالعادة بيحقق معاه، وهو بيشرح له كل اللي حصل مع مراته، لكن بيكدبه وبيعرفه ان شرازي ميت من يومين وعثمان فقد الوعي في المستشفى، والبيت اللي بتقول ان مراتك كانت فيه ده مصنع ملابس والموظفين كلهم نساء. وسمير مصدوم ومش عارف يتصرف ازاي. وقتها الضابط بيشوف صور البيت المشبوه وبيكتشف ان كلامه صح، وبعدها بياخدوا المقر رئاسة امن الدولة، والقائد بيأمر فايز وتمينة بحل القضية في اسرع وقت. وفايز بيشكرهم على كل حاجة بيعملوها، ومسؤول السفارة الهندية بيقدم معلومات للقائد. وساعتها سمير بيبدأ يفكر مع الشرطة ازاي هيوصل لمراته، وبيروحوا لغرفة مراقبة المطار وبيشوفوا كل الكاميرات اللي موجودة في المكان، لحد ما بيلاقي نرجس ظاهرة قدامه على الشاشة، وبتكون خارجة من المطار، وفي واحد بيستقبلهم وبيركبوا العربية معاه، وللأسف شكل الراجل ما بيكونش باين. وسمير عمال بيبص لصورة نرجس وزعلان، وبيفتكر في كل ذكرياته معاها وازاي كانوا فرحانين وحياتهم سعيدة مع بعض، وفي لحظة كل حاجة اتحولت لكابوس. وبيروح لعثمان المستشفى بعد ما فاق وبيطمن عليه، وتاني يوم بيكمل بحث مع الضابط، وبيقدروا يوصلوا لواحد اسمه إيزاك، وهو اللي خطف نرجس من المطار، وعنده شركة لتوظيف البنات كعارضين أزياء، وللأسف مش هيقدروا يقبضوا عليه لعدم وجود دليل. ومن ناحية تانية إيزاك بتجيله أوامر يموت نرجس في أسرع وقت، وتاني يوم الشرطة بتكون في الشارع وبيلاقوا جثة متفحمة وبيعاينوا موقع الجريمة. وسمير بينزل من العربية وبيكون خايف جدا، وبيشوف مراته ميتة قدام عينيه، وبيتأكد أكتر أول ما بيلاقي السلسلة بتاعتها، وبيكون في حالة صدمة وصعبانة نفسه عليه. وتاني يوم بيعملوا لها مراسم الجنازة، وهو مش قادر يستوعب إنها ماتت، وحاسس إن روحه مسحوبة منه، وإزاي في لحظة أحلامه كلها اتدمرت. ووقتها بيركب العربية والظابط بيوصله المطار، وبيودعه قبل ما يسافر الهند، وبيوعده إنه هيقبض على التشكيل العصابي. وسمير ساكت ومش بيرد عليه، وبعدها بيسيبه علشان يسافر. ومن ناحية تانية تمينة قاعدة لوحدها، وبيجي لها ظرف بتقرير الطب الشرعي، لكن بتكتشف ان اللي ماتت ما كانتش نرجس. وساعتها بتركب العربية وبتكلم المطار علشان يمنعوا سمير من السفر، ووقتها بتتفاجئ ان الطيارة اتحركت وهو ما كانش عليها، وبنلاقيه خارج من الحمام وغير هدومه. ولما بيكون ماشي بيشوف الضباط قدامه، وبيطلع من المطار ومحدش بيحس بيه. وبعدها القائد بيعرف اللي حصل، وبيشرحوا له ان تقرير الطب الشرعي مش مطابق لمواصفات نرجس، واكيد سمير عايز ينتقم وما يعرفش ان مراته عايشة. وبعدها سمير بيكون في سايبر وبيعمل اكاونت فيك على انه بنت وشغالة عارضة ازياء، وبيبعت رسالة لإيزاك. وتاني يوم إيزاك بيرد عليه بالمكان اللي هيتقابلوا فيه، وساعتها بيروح يشتري سلاح علشان ينفذ مهمته، وبيعرف عثمان ان خطته نجحت وهيقدر ينتقم، وبيطلب منه لو مات يدفنه جنب نرجس، وهو بيوافق على كل كلامه. وفي نفس الوقت تمينة وفايز بيكونوا في بيت عثمان، واول ما بيرجع بيعرفوه ان نرجس لسه عايشة. وبعدها سمير بيلبس نقاب وبيداري وشه، وساعتها بيوصل للمكان المتفق عليه، وإيزاك بيفتح الباب للسواق وبيعرف ان في واحدة عايزة تشوفه. ووقتها سمير بينزل من العربية وكأنه بنت بالظبط، واول ما بيقف قدامه بيرفع عليه السلاح وعايز يسيطر عليه. ولما بيهدده بالموت إيزاك بيدافع عن نفسه وبيفضل يضرب فيه، وبيبان فرق القوة الكبير اللي بينهم، لكن سمير بيقدر يقاومه وفي النهاية بيتحكم فيه. وساعتها بيكون مكتفه وبيوريله صورة نرجس، وإيزاك بيعرفه انها عايشة وموجودة في عربية بره البيت، لكن ما بيكونش مصدقه وبيفضل يعذبه. ووقتها بيغرقه بإزازة الخمرة، وبيمسك النار وعايز يحرقه زي ما عمل في حبيبته. وفي نفس اللحظة فايز وتمينة بيوصلوا للمكان، وبيقدروا يدخلوا البيت، وبيقولوا لسمير مراتك عايشة. ووقتها بيسمع كلامهم وبيسلمهم السلاح، وإيزاك بيشكر فايز، وبنعرف انه شغال معاهم، وبيمسك المسدس وبيضرب تمينة بالنار بسرعة، لكن بتكون عايشة وهما الاتنين بيتحدوا بعض، وكل واحد عايز يسيطر على التاني، لحد ما بيقدر يخنقها وبيخليها تفقد الحياة وبتموت. وسمير بيخرج من البيت وبيلاقي العربيات قدامه، وبيفضل يخبط عليها وبينادي على نرجس، وبيكون الباب بتاعها مقفول كويس، وهو ما بيفقدش الامل لحد ما نرجس بترد عليه، وبيكون فرحان جدا وبيوعدها هينقذ حياتها. وبيروح يركب العربية بسرعة، وعثمان بيشوفه وبيجري ناحيته، لكن إيزاك بيضربه بالنار في رجله، وسمير بياخد العربية وبيهرب من المكان. وإيزاك
ورجالته بيكونوا وراه وعايزين يوصلوا له، لكن بيبدأ يخلص عليهم وبيدافع عن نفسه وبيقدر يدمرهم بكل سهولة وبينتقم منهم. وإيزاك بيكون سايح في دمه ومصاب، وفايز بيبلغ القيادة إن سمير موت تمينة وهرب، وبيأمر القوات أول ما يشوفوه يقتلوه. وبيروح يقابل زعيم العصابة الكبير وبيعرفه إن إيزاك كشف أمره ولازم يتخلص من سمير، فبيأمره يقفل القضية في أسرع وقت. وبالصدفة مخبر في المكان وبيصورهم مع بعض وبيبلغ الضابط بتاعه بكل المعلومات. وسمير بيكلم مسؤول السفارة الهندية وبيعرف إن الشرطة عايزة تقتله، فبيقول له أنا معايا مراتي وكل البنات وساعدني أوصل لمقر أمن الدولة. ووقتها بيلاقي عربيات الشرطة بتطارده وعايزة توصل له، والطيارة الهليكوبتر ماشية من جنبه وبيحاولوا إنهم يقتلوه، وهو بيدمر كل حاجة بتكون واقفة في طريقه. وبعدها بنروح لمقر أمن الدولة، والقائد بيشوف صور فايز وبيعرف إنه خاين، ومسؤول السفارة بيطلب منه يحل الموقف. وفي الوقت ده سمير بيوصل لمقر القيادة والقوات بتمسكه وبيتم القبض عليه وبيدخلوه جوه المكان وهو مستسلم للأمر الواقع. وفايز بيشوفه قدامه وبيرفع عليه السلاح وعايز يقتله، لكن الأمن بيدافع عن سمير بسرعة، والقائد بيقول له أنت خاين ولازم تتحاكم. وسمير بيقوم وبيفضل يضرب فيه وبيحاول ينتقم منه بكل الطرق لأنه السبب في كل حاجة حصلت لمراته، لحد ما بيخليه ينزف وبيكون سايح في دمه. ووقتها بيرجع لنرجس وبيلاقيها موجودة قدامه في العربية، وهما الاتنين أول ما بيشوفوا بعض ما بيكونوش مصدقين نفسهم. وبعدها بيعملوا مراسم الجنازة العسكرية لتمينة وكلهم بيكونوا زعلانين عليها. وفايز بيتحكم عليه بالإعدام رميا بالرصاص وبيتم قتله. وسمير بيودع عثمان وبيشكره علشان ساعده، وهو بيقول له أنا وأنت هنفضل صحاب وقريب جدا هزورك في الهند. وبعدها سمير ونرجس بيكونوا في الطيارة وهي بتكون خايفة جدا، فبيحاول يطمنها وبيحضن فيها والدموع بتكون موجودة في عينيه. ومن هنا بيخلص فيلمنا. لو عجبك الفيديو دوس لايك واعمل اشتراك للقناة وفعل زر الجرس، واستنونا في فيلم جديد.